On va send a tomb, I know. On from Bamboo, was a tomb, the new all what is it? What did you I'm never going to because you might, I'm about to move and I will make you. لايك كايتا بينما على الجهة الأخرى بالنسبة للكتيبة الهلالية في حراسة المرمى الحارس يسحب الهدف. يجدد في الأسماء ويضيف فارس عبد الله على الجهة اليسار بينما الثنائي الدفاع الطيب عبد الرازق وفيكتور نانكي وسط الملعب لاعب المميز القائد والكابتن لبنات السنين نصر الدين الشغال إجرائي صلاح عادل ويتواجد مع كيفي لينافو والمتميز طبعا اللاعب الشيخ المعروف بشيخو المنتقل من كتيبة المنظومة الوطنية التي بارحت بطولة الممتاز في هذا الموسم. من الأسماء التي شاركت على مستوى الكسر حاولت كرة لفارس عبد الله باص عن طريق الكرة بينية وهنالك وركلة حاضرة فارس. هذا اللقاء كريمة من الشاذلي للآليات التركية بمدينة كوستي وأيضا هلال كوستي والأكاديمية في مدينة نزل لاعب تكسا بأمتار 91 هدف وطبعا لم يستطع يحقق بطولة الممتاز و30 مرة وفقط 7 مرات هي حصيلة الهلال في بطولة كأس السودان. تحولت كرة الوضوح حاضر بحث عن تمرير كرة بينية ولا الاعتراض موجود والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى. الهلال وصل للمربع الذهبي في العام 2010 و2012 في بطولة الكونفدريشن كاب حينما الوصول ل4 مرات للمربع الذهبي في بطولة الأبطال والوصول للنهائي في العام 87 والعام 92. حقيقة الهلال يفوز في بطولة الدوري الممتاز 5 مرات تواليا في العام 2003 حتى العام 2007 و3 مرات هي حصيلة الفوز 3 مرات استطاع الهلال لحقق بطولة الممتاز بدون هزيمة في العام 2005 و2007 وفي العام 2012. عام 35 دار كما ذكرت في الموسم الأول وعدد من اللقاء الكبرى مع الجامعة والخسارة طبعا بهدف وحيد من كتيبة سانتوس التي كانت قيادتها للأسطورة البرازيلي المتميز بيلي. إضافة الجهاز الفني معد المدني عزيز الكحلاوي خريج المعهد الملكي المغربي ودبلوم الاعداد البدني في جامعة ليل الفرنسي. توثق لأن الدكتور الكحلاوي سيضيف الكثير. تلعب كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب
والقادم احلى يا ماكيبي يا الكنكون. بينما الحديث عن المعد البدني نادي المغرب، بينما فلوران إيبيتي عملات طبعا ثريا في فرنسا في العام 2005، وقيمة طبعا صفقات الهلال الأجنبية في هذا الموسم أن يتوج بأفضل لاعب في الدوري السنغالي في الموسم الثاني. بينما نادي كاسا اسبورت والنادي متأخر منه حديثا لاعب السنغالي ريم إيمورو كابيتانو والمنتقل من صفوف الأشانتي كوتوكو، قيمة 147,000 دولار، 22 عام، بالصورة الإمكانية مكان في ليليفو جناح الكنغولي، لاعب فيتا كلوب السابق كلف خزينة الهلال 200,000 دولار، بينما صاحب 24 عاما، مستوى عالي وتكنيك رائع في الجناح الايمن في كتيبة الهلال او الجناح اليسار. كلاون سينكوني لاعب المحور خرج مباراة حقيقة الملعب، شارك بديلا نصر الدين الشغيل، وايضا طبعا لاعب الاتحاد المنستري واسك ابديجان صاحب 27 عام، واللاعب كلاون سينكون. تورنانكي لاعب بيترو الانغولي صاحب 24 عام، الاسماء الرائعه والمميزه. حينما تحولت كره الأشانتي كوتوكو يحاول معادلة النتيجة، تمر للأمام، تعود توسط الملعب، لمسة، وهنا عملية الدوران حاضرة لمصلحة الأشانتي، باحث بقوة للوصول للشباك. الهلال بينما تعهد الابطال الحفاظ على نظافه شباك الهلال وتحقيق المهمه بنجاح في هذا اللقاء. تحولت الكره على الجهه اليسار، يعود لليفو يوسط الملعب على الجهه اليسار، فارس عبد الله مكابي الكينغولي يلعب كرة خاطئة، تحولت في وسط الملعب لمصلحة الأشانتي. 85 عام هي نشأة وتاريخ هذا العملاق، بينما تعود الكرة في وسط الملعب، لمسة للأمام وقراءة فنية دفاعية حاضرة من جانب عيسى، حول كرة للسنغالي، لمسة لأمجد قلق، ولكن هنالك ضغط ومتابعة إلى خارج أرضية الملعب مباشرة. الكرة تحولت واختارت أن تكون للتماس لفريق الهلال. تماس للهلال، بينما تحولت الكرة عن طريق نصر الدين الشغيل. هناك عدد من الأحداث كانت تؤكد اعتزال هذا اللاعب العملاق، بينما شيخو يريد تحقيق الأفضلية وإمتاع أنصار الجماهير الهلالية، والكرة تحولت مباشرة إلى ركلة الزاوية، وهي طبعا الأولى في شوط اللقاء الثاني، بينما كتيبة الهلال وكتيبة الأشانتي القاعدة. تابع عزيز المشاهد عبر قناة الواقع تي في، بينما كل الأمنيات لتوفيق الهلال في المشوار الأفريقي. الواجهة القادمة مع كتيبة سيمبا، بينما تلعب الكرة خلف الدفاعات إلى خارج أرضية الملعب، تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى. هنا 3 مواجهات أخيرة طبعا جمعت
الازرق مع سانتور. هي الفوز طبعا حليف الازرق في 2004 بينما تحولت كوره ولكن الى خارج ارضيه الملعب وتحولت الى تعادل كاسوبيا وتحقيق الاهداف من جاري معتز ومجاهد احمد في العام 2004 على كتيبه سان جورج الاسيوطي. لا خوف على الهلال في هذا الاداء الذي نتابعه على ارضيه الملعب. 8 مواجهات جمعت ما بين الاشانتي والهلال. هذه المواجهه تعتبر التاسعه، 3 انتصارات للازرق 2-0 في 11/9/2004 في الكونفدريشن كاب، و2019 لصالح الهلال. وفي العام 2021 استطاع الهلال ان يسحق كتيبه الاشانتي بثنائيه دون مقابل هنا في ملعب الجوهر. ايضا تعادل ايجابا في العام 2009 نتيجة 2-2 فوز الاشانتي مرتين. في العام 2004 ارسال الهلال من البطولة بطولة الكونفدريشن كاب بافضلية هدف وحيد، بينما هنا التسديدة ولكن فيكتور يتصدى للخطورة. حاولت كرة لمسة على الجهة اليمين، حاولت ايصال كرة عكسية راسية مرت، عادت الخطورة موجودة للاشانتي، محاولة تسديدة ولكن الى خارج ارضية الملعب تصطدم بالخطوط الخارجية. بينما هنا الكرة تحولت مباشرة لمصلحة الهلال. تعود في وسط الملعب امجد قلق، لمسة لفارس، فارس يلعب كرة ماكابي لليبو، امجد قلق لمسة وعودة في وسط الملعب لصلاح، ماكابي لليبو، كولي لاعب مميز، لاعب استطاع ان يكسب انصار الهلال مع هذا الاداء الرائع. تابع عدد من الجمل التكتيكيه الحاضره، وهي طبعا خلفيه والتصريح فروران بان الهلال سيلعب في اللقاء عدد من الجمل التكتيكيه، سيلعب بعدد من الخطط التدريبيه في ارضيه الملعب. هذه هي الثقه وهذه هي هذا هو الاحساس الذي يتمناه الحاضرين من بعيدا لمتابعه الهلال. هنالك من ياتي من جنوب السودان وغربي وشمالي وشرقي ليتابع الهلال ليتابع هذا العشق الجميل. من لا يعشق الازرق لا يحب هذا الكيان الجميل. عيسى مرت وتحولت في مصلحة الاشانتي. في وسط الملعب فيكتور كي المنتخب وسط الملعب عودة للجهة اليسار. اتمنى التسامح في ملعب الهلال هنا في استاد الوطنية قديما، وهنا تجتمع بالعزيز القيادة المختلفة لتؤكد في اتمنى ان تكون
قيمة التسامح ليس في هذا الاستاد او ليس في هذا الملعب الذي عرف في الوطنية. يتمنى ان تكون الوطنية شعار كل سوداني. ونعم ونعم لتحقيق المثالية التي يتمتع بها الشعب السوداني القضية ولا قوة هذا اللقاء. شكرا القيادة ويا سلام على التصويبة. لا تكون سجلت هدف في هذا الجول المتميز صاحب القدم اليسرى واليمنى وصاحب الفنون والإقامات الحارسية. لاعب مميز يحارب ولما هو الشقيق الآخر لتكون هي محبة الجميع في راية أو تكون هنالك سلام وعدالة بين كل المجتمعات في هذه البلاد. أيضا لا يفوتني أن أقول لأبناء مدينة المناقل قرية الجزيرة تعود لكم تلك الأيام الجميلة وتعودوا في منزلكم ولتعيدوا الحياة. وربما دوما الإنسان ودوما الابتلاءات حاضرة. دوام الصحة والعافية وأن تعودوا أقوياء. نتمنى الجميع مع كل على اسماء بادرة الهلال لمن قبل هذا المباراة المتضررين السيول. نتمنى أن تعود بلادي القوية بين كل البلدان. هنا كما قال الراحل مصطفى سيد أحمد هذه الأرض قد تغطت بالتعب والبحار اتخذت شكل الفراغ. نتمنى لا يكون هنالك فراغ بين الكل. نتمنى أن تؤكد الأحداث الأخيرة التي وقعت في بربر وفي المناقل هي وحدة حقيقية لترابط كل السودانيين للمحنة التي وقع فيها أو وقعت فيها تلك الأسماء التي ذكرت في هذا اللقاء. محاولة كرة على الجهة اليمين تعود لرشاد كوتوك. محاولة التسديد ولكن كرة إلى خارج أرضية الملعب مباشرة إلى ركن الزاوية. كل التحايا حقيقة مناقل واحدة من المناطق الكبيرة في قرية أو في ولاية الجزيرة. نعم نتمنى أن تعود الجزيرة الخضراء لبداياتها وعادها الأول. حديث عن كرة الجزيرة أثار الدهشة والانتباه مع ما يقدمه لليبو ومن جاجو يترك الكثير من الارتباط في أرضية الملعب. عفوا كل الأحباب كل المتابعين نتمنى نستمتع بهذا الجمال في أرضية الملعب بين على الشاطئ والهلال. حولت كرة وسط الملعب
تعود الكرة طمع عزيز الكثيرين عن هذا الأداء أكثر من رائع. هلال يشرق في سماء الأبطال ليكون حاضر وليكون كاسب كالجبال. على فكرة الهلال هو أول فريق عربي حضر في النسخة الثالثة لبطولة الأبطال في العام 66 وانسحب في نصف النهائي مع آسك أبوديجان وشارك في العديد من اللقاءات 33 نسخة ويتقدم على الشامتي كرقم قياسي وصول في العام 87 أمام الأهلي، ثاني في 92 أمام الوداد البيضاوي. إليكو يبارك في الملعب ليوفق الفنية العالية بين الأنصار هنا الجماهير تمنح الاحترام والتقدير لما بينما لامين ساجو على السماء السودانية نادر ميسي في أرضية الملعب. القاني 26 مرة كاس الاتحاد القاني 9 مرات السوبر القاني 3 مرات وكاس الرئيس 8 مرات 12 مرة وتحقيق الألقاب وتحقيق الكؤوس الأفريقية في العام 2000 والمواجهة مع النادي التقليدي للهلال والسائر في العام 71 والخسارة في 82 من الأهلي في القاهرة والتعادل في كوماسي، بينما في نسخة 87 على الزمالك في كوماسي خسارة في نصف النهائي أمام الأهلي، وفي النهائي الذي خسره الهلال في ما هو معروف للجميع لدى عشاق وطبعا حادث 93 في كوماسي من أبرز المحطات الحزينة بالنسبة لفريق الأشانتي، ومقتل 50 متفرج كانت أمام فريق آسك أبوديجان العاد. حولت الكرة لإسحاق كاتا أن يمنح على الشامتي الأفضلية في التعادل. بينما تعود الكرة على الجهة اليمين لمصلحة موفق صديق. تعود كرة أمامية لمسة للتنقل الأمام، حالة التسديدة مرت وإلى خارج أرضية الملعب، تحولت مباشرة إلى الركلة. شكرا
الشاذلي للآليات الثقيلة في مدينة كوستي من جانب الهلال كوستي وأكاديمية الأصدقاء في مدينة النهوض على هذه المتعة الحاضرة في أرضية الملعب. تابع الضربة القادمة بينما تابع موفق يلعب كرة عكسية للرأس ولكن تقطع من جانب الدفاع. هنا كرة ساقطة تعود لعيسى تمريرة ممتازة في وسط الملعب يحسن عن تمرير الكرة لميسي. هنا التسديدة ولكن خارج أرضية الملعب. التسديدة كانت مثالية من قبل الهلال. تلعب كرة لنادر ميسي بينما تعود الهلالية في وسط الملعب. لمس الأنشاتي القائد والكابتن السماء. تعود على الجهة اليمين في وسط الملعب. سال الهلال متقدم حتى الآن على كتيبة على الشاتي. هذا اللقاء المثير وهذا اللقاء الجميل. فيكتور نانكي يلعب كرة أمامية للمنطقة. موفق صديق يحصل على المرور كان موجود حالة المرور والحكم يطالب ويحتسب غلطة لمصلحة دفاعات الفريق القادم. سابع المخالفة في هذه اللحظات. سابع الكرة على الجاتي على اليسار تلعب أمامية لنصر الدين الشيخين. Agora nós estamos trabalhando com a maluco. Então, igual a gente não foi captura, já viu não é captura. Captura. Garas. Aí nada você fez. Ah. Não captura. Ah. Não calma essa mamia rosa você. Não vai sentar. ọba yóò lọ bẹ n'ale yóò tó ní ìyá. wọ́n ṣe sọ ọmọdé fìtì yóò ní náà yẹ. ẹjọ́ bá jẹ́ ìwé rẹ̀. sọ́mu ntiẹ̀ ntì bí a bẹ̀ sọ bẹ̀ yẹ ẹ̀dùnmá sọ bí a kọ́ yẹ adé ẹ̀kí àní ẹ̀yìn dẹ̀. ẹgbẹ́ kàkà náà ntúkà kàkà náà yẹ dìtẹ̀ wọ́n tó wọ̀ yẹ. بينما bẹ́ẹ̀ náà ntúkà kàkà náà yẹ dìtẹ̀ wọ́n tó wọ̀ yẹ. فيكتور محاربة الكرة في وسط الملعب والمخالفة لمصلحة الهلال. كرة للأمام وإلى خارج أرضية الملعب مباشرة إلى توماس. كرة إلى الخارج أرضية الملعب. عزيزي المشاهد عبر قناة الواقع هنا أجواء تؤكد مدى عظمة وقيمة سيد البلد بين الأنصار باجا وفي سرور كافي يؤكد مدى الاحتفاظ بهذه الأسماء حتى تساعد الهلال لتأكيد الأهمية العالية مع المدير الفني فلوران هيفيكي. سابع محمد وتارا وتخوفت أنصار الهلال
على دفاعي الهلال، بينما عاد فيكتور ليؤكد بانه قيمه فنيه عاليه في الخطوط الدفاعيه الهلاليه، بينما تحولت كره موفق صديق محاوله الانطلاقه والكره الى خارج ارضيه الملعب، ابعدت الى ركله زاويه لمصلحه الهلال. تماس او ركله الزاويه، نعم ركله الزاويه من جانب موفق صديق، يلعب كره عرضيه راس، ولكن الكره عادت للحارس. أنا أشهد تلعب كرة على اليمين، تعود في وسط الملعب، تسطير هلالية مرت من هنا علي كاغري، جكسا. لا ننسى أن الهلال في هذا الموسم بعد انتخاب الجمعية العمومية وفوز الصفر وايضا استقرار الاداري واستقرار الجهاز الفني، يطرح الهلال الكثير من الاحترام في القاره الافريقيه التي تحدثت كثيرا على الصفقات المبرمه مؤخرا في قائمه الهلال، بينما انطلاق من جانب موفق صديق يبحث عن ارسال كره عكسيه ولكن الى خارج ارضيه الملعب الى ركله يشكل موفق ازعاج على الجهه اليمنى وتقني كبير جدا على فريق الاسانتي كوتوكو، ويمنح فلوران الثقه للمشاركه في اللقاءات القادمه بهذا الاداء المرتبط. هل سيعتمد فلوران على موفق ويضع عطر في مكان البدلاء؟ ستكون هنالك منافسة قوية بين اللاعبين في الجهة اليمنى والجبهة اليمنى للهلال. تحولت الكرة من جانب موفق، عايد بقوة، يمر الكرة للشيخ، شيخ لموفق، محاولة تمرير الكرة بينية، انطلاقة ممتازة من جانب موفق ودقسي هلالي حاضر، محاولة التسديدة ولكن خاطئة من جانب نصر الدين الشيخين، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، طالت على أمس الكلك لتتحول مباشرة إلى تماس لفارس عطر. هذا الكرة من جانب ميسي، لمحة فنية ممتازة من جانب نادر ميسي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حولت الكرة للحارس ورا في وسط الملعب باتريك السما، ايمانويل صامويل، والكرة لأنابيلا، كايتا، نابي كايتا محاولة المرور والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة الزاوية. ويليام اوتابوكو، ويليام اوتابوكو، ذكرى ذات الواقع يوم كامل لهذا النقر المميز، لهذا اللقاء عبر رعاية كريمة من نادي
هلال كوستي هي الصداقة الحقيقية مع الهلال الأب وأيضا الشاذلي للآليات الثقيلة في مدينة كوستي بجانب أكاديمية الأصدقاء في النهوض. هنا تحولت الكرة أمامية بينما هنالك مخالفة لمصلحة الهلال. فيكتور نانكي تابع فيكتور نانكي في تنفيذ المخالفة خاطئة تعود في وسط الملعب. لمسة من جانب السماء حول الكرة لويليام سامويل، حاولت المرور تلعب للاشانتي، ضغط العالي موجود وهنا يحتسب مخالفة لمصلحة الأسد. حقيقة الأصدقاء في مدينة النهوض والشاذلي الآليات الثقيلة في مدينة كوستي بجانب هلال كوستي لتقديم هذه المتعة الحاضرة. شكرا على رعاية هذه المباراة، نتمنى نستمتع بالأجواء الجميلة. هنا الجماهير تعانق الهلال وتعانق الهلال ربما للذهاب لسماع الأبطال وتحديث سماع الأبطال وتحقيق ما هو أجمل في أرضية الملعب والذهاب بعيدا في بطولة الأبطال في هذا الموسم. سنتابع تلعب كرة أرضية إلى خارج أرضية الملعب، تصبح ركلة مرمى. تابع ركلة المرمى مع الحارس القادم من كتيبة النمور إسحاق آدم. جماهير منتسية بهذا الأداء، بينما الكرة تلعب للأمام. تابع للفارس، ضغط العالي موجود من جانب شيخو، مرور ممتاز، تحويل كرة بينية والكرة تقطع من جانب دفاعات الهلال عن طريق عيسى، والكرة تحولت مباشرة إلى ركلة مرمى. نتابع عيسى، عودة للأمام، تمرير كرة لفيكتور نانكي في وسط الملعب. نصر الدين الشغيل، إسحاق آدم، كرة تحولت للأمام، تعود لموفق، حالة المرور لكن موجودة، بحث عن شيخو، يمر الكرة لميسي بحالة التسديد ولكن خارج أرضية الملعب. حاولت التسديد وإلى خارج أرضية الملعب. مواجهة قوية بين الفريقين هنا في أرضية الهلال. نتابع ضغط
كبير. السماء ساقط على ارضيه الملعب. هي مباراه اعداديه وقيمه عاليه تضاف من قبل الفريق الاسامتي للهلال. نتمنى ان يواصل الهلال هذا الجمال مع بدايه المشوار الافريقي وبدايه بطوله الممتاز للحفاظ على اللقب للمره الثالثه تواليا او المرة الثالثة تواليا لقوة هذا الفريق العريق طبعا في السودان. تابع والأسماء تعود لاستئناف اللعب في هذه اللحظات. عود لاستئناف اللعب في هذه اللحظات في انتظار اعلان صافرة محمود شاطر هنا في ملعب الهلال. هنا للقائد السماء على الجهة اليمين في وسط الملعب. ايمانويل يمر الكرة وتحاول اتجاه الثغرة لإسحاق. فيها الكثير من الثقة والكثير من المباريات حتى يقدم مستوى الافضل. بينما تعود الكرة من ميسي الشقيل في وسط الملعب. لمسة من جانب شيخو امامية من جانب امجد جلد والكرة الى خارج ارضية الملعب تصبح رمية تمس. ياسر مزمل مويس حيث مقدم عادة من الاسماء. بينما تعود الكرة من محاولة عن تمرير الكرة للشقيل لمن الكرة أمامية لموفق ولكن طالت وتحولت مباشرة في بينما الكرة حالة انتصار الهلال على السانتور وهو سواجد الفريق الدوري التنزاني. تابع هذا اللقاء تحفظ كبير وتكتيك عالي بين الفريقين هنا في أرضية الملعب. أكثر من رائع والأسماء التي حرصت مبكرا لمتابعة هذا اللقاء. شكرا أبو ندى أيضا مميز جدا كان الأسماء المحبة والعاشقة لهذا الكيان. استمداد اللون الازرق من النيل الازرق بينما استمداد الابيض من جمال النيل الابيض بعد تجمع في مدينه السوداء. هذا القمر الذي يضيء سماء الدرمان في الافراح وفي الليالي الجميله والايام الخوالي التي عاشها الكثير من اساطير كره القدم السودانيه وابداع كل الاجيال في ملعب الهلال وفي الكثير من الملاعب الافريقيه. هنا الهلال دوما واحد من الاعلام التي لا نستطيع العيش بدونها في السودان. دون هذا الازرق كثير من القلوب محطمه، كثير من القلوب تتعايش لحظات سيئه ولحظات ولكن حال كل
I want to have four. Mas parou. Ó, o Ronaldo no final, eu fico com o vou para o buscar no valor. Tudo isso não tem que falar mal. وبالهلال دوما تعتمد الأسرار تمنى في هذه المباراة الودية التي تعتبر تحت عنوان القارة الأفريقية هنا البحث عن تحقيق الانتصار في هذه النتيجة بينما إضافة 3 دقائق من قبل سموال منقلي لإكسترا تايم لنهاية هذا المشوار الجميل هنا في ملعب الهلال بينما بين الأسانتي و شكرا ايضا هلال كوستي يضع الثنائيه في مرمى على الشوط الثاني بينما عوده لاسحاق ادم عوده الكره على الجهه اليمين عوده صرف الوقت والثواني والامنيات للمتابعين. شكرا قناة الواقع تي في، شكرا كل القامة بهذا الجهد المقدر لمتابعة هذا اللقاء الكبير هنا على ملعب الجوهر الدرقاء. الكرة تحولت مباشرة إلى التماس. تلعب الكرة وسط الملعب، لمسة على الجهة اليسار تعود إيمانويل وسط الملعب. السماء شيخو حاولت الكرة بينية خاطئة تعود لمصلحة موفق شيخو يا عثمان نادر حاولت المرور إن شاء الله العودة للمخالفة في وسط الملعب. هلالية في منتصف الملعب من جانب محمود شمتين. عزيز المتابع في هذه اللحظات صلنا إلى نهاية العقد الأصلي والطبيعي وأيضا لنهاية الدقائق المضافة من محمود شمتين. هذه اللحظات عزيز المشاهد متابع الجوهر الدرقاء. شكرا كل احباب المتابعين. ثنائيه Alright, so I'm sorry, one second.
GhanaSportsOnline.com, TV, watching the live commentary, the live broadcast of the match between Kumasi Asante and yes, it's Sudan. Right, so it's Sudan. So thank you very much. Kumasi Asante will also face another team from the same country on Friday.